ماجد يعطيك العافية. ماجد المرشدي من ماجد التوجي. ماجد المرشدي أحييك، مبروك التأهل. مباراة صعبة على الأقل على مستوى ماجد المرشدي. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره يعني على التأهل. صراحة والله أنا زي ما قلت أنت، أنا كنت على أعصابي، يعني ما ودنا نرد الجمهور خايب يطلع برا، يعني خارجين برا المنافسة. يعني زي ما شفت يعني قدمنا مع شقنا نادي الاتحاد كرة جميلة، كنا مسيطرين على مجريات المباراة خلال الشوط الأول. الشوط الثاني ممكن من غلط بسيط أنا أتحمله، يعني دخل في مرمانا الهدف الاول، وانا صراحه يعني للمره الثانيه تعبت وانا اعتذر للجمهور الهلالي. لكن هذه كره القدم، لابد من الاخطاء، ولكن ان شاء الله اعمل على تلافيها باذن الله. والحمد لله والشكر على هالمباراه الجميله والتاهل. الأخطاء في عالم كرة القدم لها أسباب. اكيد لها اسباب، ان شاء الله نعمل على تلافيها باذن الله ان شاء الله. اليوم تعتقد أنه دخول عبد الله الزوري مكان أسامة له دور في هالأسباب؟ لا والله للامانه ما له دخل، يعني قدمنا مباراه جميله، انت شايف ما يعني نهائيا ما لهم اي فرصه، يعني ما في الفرصه اللي الخطا البسيط اللي مني جاء لهم هدف، يعني ولا فرصه. لو تبي تتابع المباراه ما قد صار لهم فرص خطيره، ولكن هذه عالم كره القدم، لابد من الاخطاء، ولكن ان شاء الله ما راح تتكرر باذن الله في المرحله القادمه. الهلاليين يرون بأن المستوى غير مطمئن حتى في التأهل. والله زي ما شفت يعني زي اشقنا في نادي الاتحاد، يعني طريقتهم دفاعيه، متكتلين ورا ويلعبون على المرتدات، يعني ما فتحوا لنا اللعب. وانت شايف يعني مجرد الشوط الاول الكل شاهد، يعني نادي الهلال قدم مباراه جميله، استحواذنا، سيطرنا على الكره، ولكن زي ما قلت لك تراجع نادي الاتحاد اجبرنا يعني ما نخلق فرص يعني كثيره. أخيرا تفاجأت بمحمد الراشد مهاجم ثاني والفريق الاتحادي يتقدم؟ والله للامانه انا يعني للامانه يعني ما تفاجات، ولكن يعني كل المفاجاه اني كنت على اعصابي، انا لابد ان نطلع بالتاهل، ونحمد الله ونشكره انه على قد نيتنا رزقنا بالتاهل. ما دام انت اليوم طالع متأهل، في خطأ ثاني كان من المنتشري، يمكن المنتشري الحين الكل في الاتحاد يحملها عدم التأهل. والله زميلي حمد المنتشري لاعب خلوق ولاعب يعني مبدع، وانا قلت لك يعني حتى في الكره العالميه الاخطاء موجوده، يعني لو نتابع المباريات العالميه فيها اخطاء يعني، واخطاء قويه يعني اقوى من اخطائنا، ولكن هذا عالم كره القدم، ان شاء الله نعمل على تلافيها باذن الله ان شاء الله. تقول له شكرا. والله اقول له شكرا، يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. شكرا لماجد المرشدي.